هتعملي ايه لو كنتي متأخرة على الفطار زي كده وفاضل ساعة واحدة؟ كان عندي فراخ بقى جبتها كده، وجبت كيس من اللي هو بتاع خلطة الشيش طاووق الجاهزة. خدت نصها وحطيته في البولة وحطيت عليها شوية ملح وبابريكا وفلفل اسود، وهحط كمان عليها زبادي علشان يطريها، واحط 3 معالق زيت وكمان معلقتين كاتشب. بس كده. هخلط الخلطة دي وهقطع البانيه، كان عندي صدور سليمة قطعتها مكعبات في السريع كده وحطيتها. هركنها على جنب كده لحد ما اقطع الخضار بتاعي، قلبيها كويس كده عشان تلحق تشرب بسرعة قبل ما الوقت يفوتك. ركنتها على جنب كده، وجبت الخضار بتاعي قطعت بصل وفلفل الوان، ودي طماطم شلت القلب بتاعها وخدت اللحم بتاعها بس كده. وطبعا الخضار اللي اتقطع من الخضار ده اللي اتهدر منه يعني مش هنرميه، هكمله وهعمل عليه سلطة في الاخر. هشيشه بقى على طول كده، طبعا هو ملحقش يتبل. هو عايز يقعد من بالليل او من الصبح يبقى معاكي جميل جدا، بس احنا مش لاحقين، فاضل ساعة على المغرب. فانا هسيخه على طول زي ما انتوا شايفين كده. بحط الخضار الاول وبعدين احط مجموعة فراخ، وبعدين برضو الخضار، وفي الاخر الفراخ، وتقفلي عليها ببصلاية علشان ما يقعش. هتبقى بالشكل ده كده. هعمل معاها ايه بقى كمان؟ هعمل معاها رز ابيض. وبقولك بقية السلطة بقى سيختها كلها في السريع كده، وركنته برضو اللي هو هو ما بياخدش سوا، فاللي هو يتبل كمان شوية بالخضار ومركون كده. على ما ركنته بقى كنت حطيت حلة على النار وحطيت فيها سمنة وشوية زيت، ومش هقعد احمر رز بقى لحبة وحبة ولا كده ياخد مني وقت، هعمله رز ابيض في السريع. علي النار عليه وشوحيه كده، وبعدين انزلي بشوية ملح ومكعب شوربة، وهحط عليه المية. كنت برضو حاطة الغلاية جنبي كده قبل ما تحطي الحلة، او انتي بتحطي الحلة بالسمنة حطي الغلاية جنبك تغلي مية، عشان اول ما تشوحي الرز تزودي على طول، عشان يبقى الرز معاكي ابيض كمان بقى، بس الكاميرا ظلماه والله. تحطي معلقة خل. خلاص، اول بصوا بقى الرز الابيض ده ما بياخدش وقت، عشان كده هو يعني ايه، سريع جدا. فهو اللي عملته وركنته. جبت الجريل على النار برضو وتسخنيه جامد، وتنزلي بالشيش طاووق بتاعك، لازم تكوني مسخنيها جامد قوي علشان اللحمة بتاع الفراخ ما تلزقش في قلب الجريل وتتبهدل معاكي وكده. لو حسيتي ان في حاجة لزقت ولا كده سلكيها بالراحة كده ايه، علشان ما يتبهدلش معاكي. اول ما خد تحميرة كده سبته برضو على جنب، وقلت نقلي شوية بطاطس كمان، بس دي كانت بطاطس اللي هي الفروزن الجاهزة. ولو برضو عندك بطاطس من اللي انتي مخزناها رمضان اعمليها برضو في السريع. وممكن بلاش بطاطس برضو، تجيبي باكوين شيبسي جنب الاكل. احنا بنقول ايه ان احنا مزنوقين قبل الفطار بساعة. طبعا هو ما كانش بقى استوى كده، رحت حاطه عليه التاتش بتاعي اللي هي كريمة لباني، وغطيته لحد ما استوى. وكانت السلطة هي زي ما قلت لكم اللي هي متهدرة من الخضار، زودت عليها كرنب وحاجات يعني وخس. والاكل ده كان بالشكل ده، وفي ساعة كان خلص.